الحمد لله أنا جد فخورة إني صوفيت عدة أبطال صنف من عدة أصناف، فئة إعاقة الذهنية والبصرية والحركية، والحمد لله برزوا في المجتمع، وما زلنا في الميدان، وما زلنا نكونوا تكوين، وإن شاء الله كاين عاود هذا العام أبطال. السيدة مقدم عمارية، رئيسة نادي ذوي احتياجات خاصة لولاية تلمسان، ومدربة مخضرمة مدة 30 سنة في هذا مع فئة ذوي احتياجات خاصة، كرة القدم وألعاب القوى، من تلمسان الجزائر. بدايتي مع هذه الفئة والله مكتوب ربي سبحانه، مكتوب الله عز وجل. أختي كانت مربية مختصة في نوزان سونتر سبيسياليزي، هي والأخ ديالي كان معاق الله يرحمه ويوسع عليه توفى. هما الأول هنا في تلمسان اللي كرياو هذا الفريق الكرة السلة للمعاقين اللي كانوا يشرفوا تلمسان بالأخص. هما الأولى اللي لونساو لو سبور هانديكابي، يعني الناس كتستنظر لهذه الرياضة على أنها شغل سوسيال، شغل يشفوهم، شغل مساكن. حنا ما ندروش في هذا النار، حنا نخدموا معاق ولا ساوي كيف يعني ندربوهم في التدريب المستوى العالي. ما ننظروش عليهم انه معاق، حقا معاق عنده اعاقه، تعيقوا رجله ولا سولون هانديكاب كيلا، مي نخدموا معاهم عادي. بزاف يجوا يخدموا معايا هربوا لخاطر الخدمه معاهم صعيبه ماشي سهله. يعني عندك تخدم الاب الاخ بسيكولوج، سورتو لي زونديكابي مونطو، يعني صعيب انك تخدم معاهم. يعني خصك واحد لا بسيكولوجي تعلمتها من عند اختي اولا قبل ما نقراها. صبت صعوبات بزاف، ولكن كي بديت نبان في الميدان بطوله الجزائر وهذا، يعني ما حبيتش نحبس حتى دخلنا الفريق الوطني. وكان لنا الشرف اني في الفريق الوطني في 2002 2003 رفدوا لي زوج تاع لا سقف الله ربي، رفدوا لي 3 تاع لي جوار راحوا شاركوا في السعوديه. الحمد لله انا جد فخوره اني صوفيت عده ابطال صنف من عده اصناف، فئه إعاقة الذهنية والبصرية والحركية، والحمد لله برزوا في المجتمع، وما زلنا في الميدان، وما زلنا نكونوا تكوين، وإن شاء الله كاين عاود هذا العام أبطال.